بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنقدم جرعة مهمة جدا للحمام بتاعنا، هتزود مناعة الحمام بتاعنا، هتزود نسبة الخصوبة، هتزود نسبة الانتاج عنده، هتخلي الحمام عندك فعلا وزن الزغاليل تبقى طالعة كويسة تحت الأصوص الكبيرة. زي كمان ان هي تبقى تحصين قوي جدا بالنسبه للزغاليل فيما بعد. لازم انك انت تشتغل بالجرعه دي، وخاصه في فصل الشتاء، عشان تحمي الحمام بتاعنا من بعض الامراض البكتيريه والامراض الفيروسيه اللي هي بتبقى منتشره في التوقيت ده. الحق موسم الشتاء او الحق موسم الانتاج بالجرعه دي. الجرعه اللي اتكلم عليها اللي هي العسل والليمون. العسل والليمون دي من اهم الجرعات اللي انا بستخدمها، صدقني مش هتقطعها عندك من المكان بتاعنا. بتقدمها لو مره واحده بس في الاسبوع وشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي مع الحمام بتاعك ومع الزغاليل خاصه. كده يا جماعه دي الكميه اللي انا هقدمها للحمام بتاعي النهارده. حوالي كوبايه من العسل اهي كده، وبعصر عليها حوالي 4 ليمونات. 4 ليمونات زي دول كده بقسمهم، ببدا اعصر الاربع ليمونات على الكوبايه اللي هي بتاعت العسل. الكوبايه دي بقدمها على حوالي نص جردل زي ما احنا شايفين كده. ده اللي انا هبدا امسق بيه للحمام بتاعي. العسل يا جماعه بيحتوي على فيتامينات واملاح معدنيه، دي طبعا بتساعد على نمو الجسم. يعني الزغاليل عندنا هتبقى كويسه، ومش هنلاقي كمان في تسقيفه عند الحمام بتاعنا. اثناء عمليه التاكيل للزغاليل بنلاقي الحمام بتاعنا مشقوق، بنعتقد ان هو مرض. ده طبعا نتيجه الاجهاد التاكيل المستمر بالنسبه للحمام، وخاصه الحمام اللي هو بيبقى منتج باستمرار، بيبيض كده ويبقى تحته زغاليل، بيحصل فيه عمليه شقفه. دي بتنتهي تماما لما بتقدم العسل، اللي هو طبعا بيحتوي على الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي هي بتساعد على نمو جسم الحمام بتاعنا، وبتساعد كمان على الانتاج. العسل كمان فيه عنصر مهم جدا اللي هو عنصر الحديد. ده بيقي الحمام بتاعنا من فقرات الدم والضعف والهذلان. بنلاقي برضو بعض الحمام عندنا في هذلان كده، في حاله خمول وحاله ضعف، بنلاقي الحمام بتاعنا بدا يخس كده. ما بنبقاش عارفين ان اذا كان ده جدان او اذا كان ده مرض. فده طبعا بينتهي تماما لما بنقدم العنصر اللي هو عنصر الحديد اللي هو متواجد في العسل. كمان العسل بيقي الحمام بتاعنا من الجدري ومن الروشه، كمان بيطرد الديدان اللي هي في الجسم. يعني كده ان احنا بننتج باستمرار الحمام بتاعنا، بنحافظ عليه. وقايه مهمه جدا جدا ان انا لازم اقدمها للحمام بتاعي في الفتره اللي احنا فيها دي، فتره الشتاء. وده طبعا انا بستناها عشان اقدم فيها عنصر العسل اللي هو العسل بالليمون. ما بقدموش طبعا في الصيف لانه طبعا بيساعد على التدفئه، فما ينفعش ان انا اقدمه في الصيف يسخن فرد الحمام بتاعنا، ممكن يعمل له اجهاد حراري والفرد يموت. العسل كمان يا جماعه بيساعد على نمو وزياده وزن الزغاليل، وبيحسن من عمليه الهضم. لا نلاقي طبعا تحجر الحويصله عند الزغاليل بتاعتنا ولا خسسان عند الزغاليل بتاعتنا، هتلاقي حجمها كبير وهتدفي الزغاليل زي ما احنا قلنا كده، وهيحسن من عمليه الهضم بالنسبه للزغاليل. طول ما المعده بتهضم عند الزغاليل هتلاقي طبعا الاكل بيتهضم بسرعه، فبالتالي ده بيعود على جسم فرد الحمام بتاعنا وبيعمل عمليه تحويل للغذاء بالنسبه للزغلول. مضاد سموم ومنشط طبيعي للكبد، يعني مش هحتاج لاي منشطات كبديه او مش هحتاج لمضادات السموم اللي هي بيبقى ثمنها غالي، ممكن الاقيها في عنصر بسيط زي ده كده. كمان بيحتوي على الكالسيوم اللي هو بيساعد الاناث على وضع البيض باستمرار. والعسل كمان يا جماعه يعتبر غسول كلوي طبيعي بالنسبه للحمام بتاعنا. ومن اهم فوائد العسل ان هو بيرفع درجات الحراره عند الحمام بتاعنا، بيسخن الجسم بمعنى صح. ده طبعا بيساعد على عمليه التدفئه، وخصوصا في الجو بالليل كده بنلاقي الجو عندنا بارد على الحمام بتاعنا. مهما ندفي او مهما نقفل هنلاقي طبعا في درجه حراره بتبقى عاليه على جسم فرد الحمام بتاعنا. لازم ان انا اعلي من درجه الحراره عشان ادفيه. مش هلاقيها طبعا غير في العسل اللي انا بقدمه برضو للحمام بتاعنا، ومنشط قوي جدا وطبيعي للمناعه، بيزود من مناعه فرد الحمام بتاعنا. دي طبعا مهمه جدا عشان تعمل كحائط صد ضد اي امراض، اذا كانت امراض بكتيريه وامراض فيروسيه. الليمون طبعا مضاد قوي جدا للديدان. يعني الليمون لو انا حطيت الليمون على العسل هنلاقي فيه مضاد قوي جدا للديدان، هنلاقي مطهر طبيعي ومضاد حيوي طبيعي 100% اللي هو متواجد في الليمون. هنمنع حالات الزكام والبرد، يبقى لازم ان انا اقدم الاثنين مع بعض عشان اضرب عصفورين بحجر زي ما احنا بنقول. الليمون مع العسل دي كده انا بحافظ على الحمام بتاعي، وخصوصا في تغيير الفصول من بعضها كده. حالات الزكام البرد اللي الناس كلها بتشتكي منها هتنتهي تماما لما نقدم العسل بالليمون. بحافظ على الحمام بتاعنا، بقدم له رافع مناعه
قوي وطبيعي جدا. مفيش احسن من العسل والليمون في التوقيتات اللي احنا فيها دي، توقيتات الشتاء. دي كده يا جماعه الحاجه اللي انا قدمتها للحمام بتاعي النهارده، اللي هي العسل والليمون. العسل والليمون مهم جدا جدا خاصه في التوقيتات دي. الحق موسم الشتاء قبل ما ينتهي، عشان العسل والليمون ما ينفعش ان احنا نقدمهم غير في موسم الشتاء، عشان بيعمل ايجاد حراري ممكن يسيب الحمام بتاعنا ويرفع درجه الحراره. يعني احنا عارفين العسل بيساعد على التدفئه، فما ينفعش ان انا اقدمه في الصيف. فاحلى توقيت لازم ان انا اقدمه في التوقيتات دي، توقيتات انخفاض درجات الحراره. مهم جدا جدا ان انا اقدم كرافع مناعه. يعتبر العسل من روافع المناعه اللي احنا اتكلمنا عليها. الليمون مهم جدا جدا للحمام بتاعنا في برضو التوقيتات دي، ومهم جدا جدا لو اهتمينا بالحاجات دي. صدقني الحمام بتاعك مش هيجيله اي امراض في فصل الشتاء او في فصل الصيف. فبتعمل تحصينات للحمام بتاعك وبتعمل تحصينات للزغاليل بتاعتك. اسف جدا على الاطاله في الفيديو، رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.